الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشعر بفتور وفوات بعض الصلوات ونوم عن بعضها مع شعور بالندم والحزن، فبماذا تنصحني وكيف أوفق فيما بقي من الشهر أثابكم الله؟ نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا مرحومين لا محرومين. أخي في الله، الضعف في الطاعة والزهد في الخير والعبادة مرض في القلوب، ونسيان لعظمة الله علام الغيوب، فلا يضعف في طاعة الله إلا من عظمت غفلته أو أصيب بالفتنة، فالله الله تدارك نفسك حتى تفوز برحمة الله. أسعد الناس في الدنيا من فتح الله في وجهه أبواب الخير فيسره لليسرى وسهل له الذكر والهدى. وأشقى الناس من عرف الخير فتركه، وعرف البر فأعرض عنه. الله الله حينما مد الله في عمرك حتى بلغت رمضان، وحرم غيرك فاخترمتهم المنايا، وأعطاك الصحة والعافية، وأعطاك الفراغ، وأعطاك مما لا يحصي فضله فيه عليك إلا هو سبحانه وتعالى. فإن حمدت نعمة الله وشكرت فضله وأتممت ذلك بالعمل وصدقته بالعمل كنت من الفائزين. أخي في الله، إنها النفس الأمارة بالسوء، إنه الهوى الذي يضعف به العبد عن طاعة ربه جل وعلا. فاستفق من غفلتك، وانتبه من منامك، وتدارك ما بقي من عمرك. إن الله إذا أعطى العبد النعمة فشكرها بالقول والعمل والاعتقاد زاده فيها من فضله وبلغه خيرا منها فيما بقي من عمره. وأما إذا غفل مع الغافلين ولها مع اللاهين وأعرض مع المعرضين فلا يزال تنخرم منه الطاعات بعضها تلو بعض حتى ينتهي والعياذ بالله إلى أسوأ الأحوال. نعوذ بالله العظيم من الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة، ومن العمى بعد البصيرة. وقد تسأل: ما السبيل لكبح جماح هذه النفس عن هواها؟ ولا أعلم أمرا أعظم من الالتجاء إلى الله. وليكن لسان حالك ومقالك أن تضرع إلى ربك فتقل: اللهم لا تجعلني شقيا ولا تجعلني محروما. وسل ربك أن يجعلك في هذا الشهر من أسبق العباد إليه وأقربهم وأدناهم منه، وأن يوفقك للسباق الطاعات والمسارعة في الخيرات والباقيات الصالحات. ثم خذ بالأسباب التي تنبهك من منامك وتوقظك من غفلتك، ومن أعظمها أن تعلم أنه ستمر عليك مثل هذه الساعة ومثل هذه اللحظة وأنت ضجيج